السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ قلت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أعتذر على التأخير، لأني جاتني مكالمة في آخر لحظة، فأعتذر على التأخير، يعني سامحونا. اليوم في الحقيقة تعتبر نقدر نقول يعني أمر فيديو راح نديرها هي تاع اليوم. مش لأنه قضية شجاعة ولكن لأنه الأمر يوجع، لأنه مضطر أني كما شفتوا في الإعلان على الفيديو نرجع شوية للوراء باش نذكر بأحداث، نفكر الناس بالشيء اللي صرا، خاصة في قضية بلوصيف الله يرحمه، قضية مصطفى بلوصيف الجنرال اللي حاربته فرنسا، واللي الكثير من الناس اللي راهي حتى في قيادة الجيش ما يعرفوش كيفاش خلاص، يعني ما يعرفوش كيفاش كانت النهاية نتاعو. نهاية بلوصيف الله يرحمه كانت نهاية اللي لا يشوف فيها مؤمن. لأول مرة راح نتكلم عليها، لأنه مربوطة بشكل وثيق جدا مع الشيء اللي راه صار اليوم. لأنه الناس اللي حكمت على بلوصيف الله يرحمه باش يموت مثل الكلاب حاشاكم، هذيك الناس هي اللي راح حابة ترجع اليوم. هذيك الناس هي اللي راح تتحلف الشعب الجزائري، هي اللي راها عازمة باش تمرغ الجزائريين. يمكن الناس كامل قرأت على بلوصيف الله يرحمه، قرأت على القضية نتاعو، ممكن تلقاوها في الانترنت، يعني تلقاو يعني واش صرا يعني بصفة مختصرة جدا، لأنه واش صرا ما تقالش في الحقيقة. يمكن تلقاو أنه بعد ما حكموا عليه في 84 فعفوا في القضية نتاعو الأولى، لما حكموا عليه ب20 سنة ومن بعد حماه وعفى عليه الشاذلي من جديد بعد مدة، خرج وراح الإقامة الجبرية، ومن بعدها زعما يعني عطاو له، قالوا له روح يعني دير واش حبيت، يعني مش مشكل. لكن في قضية بلوصيف خانوه زوج رؤساء. نقول خانوه زوج رؤساء. الأولاني هو رئيس شاذلي، لأنه شاذلي لما تحكم عليه بلوصيف كان عارف أنه حكموا عليه مش لأنه سرق، لأنه ما سرقش، مش لأنه خان، لأنه ما خانش، ولكن الأمر اللي كان يتعلق بلوصيف هي قضية ضباط فرنسا اللي في المؤتمر نتاع حزب جبهة التحرير الوطني، المؤتمر الرابع، كانت قررت اللجنة المركزية اللي كان هو فيها، وكان يتكلم مطولا مع بعض الناس اللي كانوا قويين فيها، وقرروا باش ينحيوا، باش يعلنوا على تنحية
كل ضباط فرنسا من الجيش الوطني الشعبي. كانت هذه اهم شيء راح يصير. بالطبع في ذاك الوقت يعني في 84 85 كانت الرئاسه بين يدين العربي بالخير اللي كان في ذلك الوقت. كان يزيد يقوى لانه كان في الحقيقه كان يحكم في شادلي اللي كان ضعيف، اللي كان ما يقراش، اللي كان ما يفهمش، الله يرحمه على كل حال. وكان العربي بالخير هو الرئيس الفعلي نتاع الجزائر، ودار كل شيء باش ضباط فرنسا صحابه اللي يعرفهم من زمان، باش الضباط هذوك ياخذوا مناصب ويوليو هما القويين في الجزائر، باش يوليو هما اللي يحكموا. وما كانش مستعد باش يخلي بلوصيف ولا غيره يحوزوهم من الجيش، لانه القضيه بالنسبه لهم كانت قضيه مصير. القضيه بالنسبه لخالد النزار وبن عباس غزيل والعربي بالخير اللي كان على راسهم كانت قضيه مهمه راهم عليها باش لازم تنجح مهمه البقاء على الجزائر الفرنسيه، يعني لاجيري فرونسيز. فبعد هذاك يعني بعد هذاك القرار نتاع اللجنه الديمقراطيه قرروا باش ينحيوه باي صوره من الاشكال. فنحاوه، داروا له هذيك القضيه نتاعو اللي اتهموه فيها بانه سرق وكانه كذا وكذا. وقال بالوصيف في ذاك الوقت اني ما حبيتش نتبعهم، ما حبيتش نشري رادارات مثلا تابعه لفرنسا، ما حبيتش ندير كذا، ما حبيتش ندير كذا، ولكن كل شيء اللي صرا في الحقيقه لانه هو حارب ضباط فرنسا. نرجع الان لنهايه بالوصيف الله يرحمه. بعد ما اطيح بالشادلي في 92 جا خالد النزار قرر باش يعاود يحكم بالوصيف، يعاود يحكموا يدخلوا للسجن. يدخلوا للسجن مش هكذاك برك، يدخلوا للسجن لانه في ذلك الوقت بالذات بعد 92 كانت فيه تحركات الوطنيين. كان قصدي من ربيح الله يرحمه تكلم مع عده شخصيات هكذا باش يعني يحاولوا ينقذوا الشيء اللي يقدروا ينقذوه. يعني كان من بين الناس اللي اتصل بهم بلوصيف بالطبع، لانه يعني بلوصيف كانت عنده مكانته، كان معروف، وكانوا ناس واحد اخرين. فهذا الشيء اللي جعل خالد النزار يحكم بلوصيف بعد 92 ويقرر المحاكمه نتاعو من جديد وتحكم عليه ب 12 سنه حبس. تحكم عليه ب 12 سنه حبس 92. فهنا نوقف باش نعاود نرجع لشيء اخر. في 93 كانوا قررت المخابرات مع النزار باش ينحيوا كل الوطنيين من الجيش الوطني الشعبي. علاش؟ لانه نرجع كذلك للوراء، كنت تكلمت عليها من قبل وقلت انه في 87 كانت محاوله قام بها كمال عبد الرحيم الله يرحمه مع مجموعه من الضباط في الجيش، كانوا حابين يديروا انقلاب على ضباط فرنسا وينحيوهم. في ذلك الوقت الكحل عياط كان صديق حميم نتاع حسين بن معلم، فكان من المجموعه اللي اتصل بها كمال عبد الرحيم الله يرحمه، الجنرال كمال عبد الرحيم، مش كمال عبد الرحيم نتاع الدي سي اس، كمال عبد الرحيم اللي كان يعني تولى مهام عده وكان في البحريه وكذا وكذا. المهم كمال عبد الرحيم اتصل بحسين بن معلم وجماعه واحد اخرين باش ينحيوا ضباط فرنسا. يجي حسين بن معلم راح بيع للكحل عياط كما قلت، وراحوا شافوا العربي بالخير. فنحاو ناس كثير من الجيش منهم كمال عبد الرحيم الله يرحمه اللي سلك لها، ولكن سلك لها مؤقتا، لانه بعد 92 لما كان تحرك قصدي من رباح الله يرحمه وبدا يتحرك من 89، لانه في 89 نهار نحاوه من رئاسه الحكومه بدون حق، لانه في نفس الوقت لما جاء في 89 قاصدي مرباح كان حاول انه يبني
يبني خليه نتاع وطنيين يسلك بها الجزائر، ولكن ما قدرش لانه خانوا توفيق. مره اولى. 92 بعد الانقلاب قلت قرروا باش ينحيوا كل الوطنيين ويبداو من الوطنيين في الجيش. يعني كل واحد عنده علاقه بجيش التحرير الوطني، يعني مجاهد سابق ولا انسان وطني معروف، انسان كان في الجيش، تقرر انه يتنحى، تقرر انه يتنحى. مش معناتها يتنحى يبعثوه رترات، لا، يتنحى معناتها كما كان يقول طرطاق بكري لي زيليمون تاعو. واعتذر الان راح نستعمل بعض الالفاظ الفرنسيه لان راح نتكلم باللغه نتاع المخابرات، باللغه نتاع السيرفيس كما يقولوا. ففي ذلك الوقت عطى توفيق مهمه لطرطاق باش ينحيو القدماء نتاع الجيش التحرير الوطني اللي مازالوا في الجيش الوطني الشعبي، واللي راهم ضد التيار الفرنكوفوني. فكان طرطاق يبعثهم كما يقول هو، يعطي لهم فيزا البارادي. هاد الاشفاء على هذا الكلام هذا، طرطاق كان يعطي لهم فيزا البارادي. لما يقول طرطاق ابعثوا فلان اعطيوه فيزا البارادي، معناتها طرطقوه، معناتها قتلوه. واللي كان مكلف بهذه العمليه هي الجماعه اللي كانت عنده، اللي معروفه، اللي ناصر الجن ولو الناس وكذا، يعني مجموعه معروفه وعندنا كل الوسم نتاعهم. ففي هذا الاطار تم تصفيه، او تم القرار بتصفيه قصدي مرباح الله يرحمه في 93. وهذاك الشيء اللي صرا باش تصفى قصدي مرباح الله يرحمه، خرج كل السي بي ام. السي بي ام هذا هو المركز تاع بن عكنون اللي كان تابع في ذلك الوقت لامن الجيش، واللي كان حاكمه طرطاق. فكل السي بي ام هذا خرج وقام بالعمليه، قتلوا قصدي مرباح الله يرحمه مع اخوه ووليده والسائق. وبالطبع يعني حطوا داروا ديروا سيناريو باش حطوها باللي الارهابيين هما اللي داروها. ما حبستش عند قصدي مرباح، اللي قرروا باش ينحيوه كذلك كمال عبد الرحيم الله يرحمه. كمال عبد الرحيم ضربوه في 93 كذلك، ضربوه في 93 في رويبه، وين كانت عنده وزين تاع المعدات الطبيه، حب يخدم بلادو. فضربوه لتماك وسلك باعجوبه، يعني ضربوه خلاوه ميت وسلك باعجوبه. طلعوه يعني داوه الفرنسا، داوه كذا داوه سلك، الحمد لله سلك لهم. بعد ما سلك لهم ما حبوش يزيدوا يضربوه لانه خافوا. واحد اخر كذلك اللي ضربوه، واللي ما على بالوش الى غايه اليوم انه الديارس هو اللي ضربوه، الى غايه اليوم ما على بالوش بلي هما اللي ضربوه، هو الفريق علي بن علي. الفريق علي بن علي ضربوه في 93 كذلك. ضربوه لانهم كان من المجموعه اللي كان لازم تروح، مجموعه الوطنيين، مجموعه المجاهدين اللي ما حبوش يخونوا، ما حبوش يوقفوا مع العباد بخير. فمجموعه كبيره بزاف اللي قرروا باش ينحيوها. مش يعني الناس اللي كانوا حابين ينحيوهم ما كانوش اسلاميين، ولا كانوا يعني يصليوا عادي كما الجزائريين كامل. هذا الا كانوا يصليوا، وكاين منهم حتى اللي كان يشرب، يعني كاين منهم حتى اللي كان يعني خاطيه الصلاه خاطيه الدين، ولكن وطني. منهم كثير اللي كانوا في السيرفيس، اللي كانوا في المخابرات، خاصه القدماء نتاع الامن العسكري تاع العصام. وتصفاو بين 92 و 95 تصفات العشرات، نقول العشرات من الضباط الشرفاء النزلاء نتاع الجيش الوطني الشعبي. تصفاو العشرات اللي كانوا يروحوا لقطوهم. وراح هذا الموضوع بالذات راح نخصص له حصه بحول الله باش نبين للناس واش كان يدير طرطاق. اللي حابين شي ناس يخرجوه، اللي حابين شي ناس هو وتوفيق يرجعوا لهم الاعتبار نتاعهم باش يضربوا به الشعب الجزائري. طرطاق هذا المجرم اللي الافعال نتاعو هو وتوفيق مش ممكن العقل يصدقها.
واحد مثلا من الضباط السامين اللي ضربوهم كنت نعرفه الله يرحمه، نعرفه عز المعرفه، تعرفت عليه في 89. كان يجي للسي بي ام بزاف، كان يجي لبن عكنون بزاف، وبعد ما رحت انا كان عرفت بلي كان يجي لطرداق. هذا الرائد، هذا كان رائد، كان كوموندون. الذنب نتاعو الوحيد هو على انه كان وطني، وكان ما يتفاهمش مع الجماعه اللي وقفت مع خالد النزار. فقرر توفيق ينحيه يومين قبل ما يتنحى، يومين فقط قبل ما يتنحى. كان عند طرطاق في البيرو نتاعو، يقصروا ويهضروا ويشربوا قهوه وكذا وكذا. يومين من بعد هذا الرائد، هذا الكوموندون، هذا كان ما نعطيش اسمه، تروح الدور كنقول لكم علاش ما نعطيش اسمه. كان في الرياض، في سيدي الفرج، كان في فندق الرياض في سيدي الفرج، كان يشرب الله يرحمه، كان يشرب حاشاكم، كان يشرب. فخرج من تم وكان مولي في الطوموبيل نتاعو، في السياره نتاعو اللي كانت الطوموبيل تاع السيرفيس، كانت جولف بيضاء. كان في الطوموبيل تاعو ضربوه في 93 تانيت، ضربوه في 93 بين في الطريق اللي كي تخرج من سيدي فرج، في الطريق اللي تدي للبوشاوي وكلوب ديبا. ضربوه تماك في الليل، ضربوه، داولوا كل شيء، داولوا السلاح اللي كان عنده، داولوا واحد لافاليز كانت كيما لي فاليز نتاع لي بيلوت، حتى الشيء اللي كان مش معقول يداوه حتى الرول سكور تاع طوموبيل. وهذا ما هو الا مثال فقط من الناس اللي تصفات في نفس الاطار تاع تصفيه الوطنيين. المهم، من بين الناس كذلك اللي تصفات عدد كبير. نرجع عفوا، قلت ما نقولش اسمه لانه مات شارب الله يرحمه، مانيش حب الاهل نتاعو يعرفوا باللي مات شارب وما عنده حتى علاقه بالدين، ولكن ضربوه لانه كان يحمي الجزائر. على هذه ما قلتش اسمه. ولكن نرجع كذلك ونقول انه الناس اللي تقتلت هذه كثيره جدا. الناس اللي كانت يخطفوها ضباط سامينه، حتى عقداء يتخطفوا من وزاره الدفاع، سواء الصباح في الليل، يعني يخطفوهم يا الصباح بكري يا مع العشيه، يخطفوهم بزاف مع الصباح بكري، يديوهم مباشره للسي بي ام لبن عكنون. في بن عكنون كاين بير، الناس اللي خدمت في بن عكنون تعرفوا، الناس اللي خدمت في بن عكنون تعرف هذا البير. هذا الضباط، هذو الشرفاء الوطنيين، عذبوهم الجلادين، عذبوهم الخبثاء نتاع طرطاق اشد العذاب. كثير منهم اللي قتلوهم ورموهم في البير، حتى فاحوا عليهم حاشاكم، حتى فاحوا عليهم حاشاكم. هذه هي الحقيقه المره تاع الشيء اللي صار للرجال وضباط فرنسا يحكموا. ناس وطنيين، ضباط في الجيش الوطني الشعبي، اتقتلوا اشد قتل وترموا في بير، حتى ولاو يفوحوا، ولاو ردموا عليهم البير، رماو لا جافير، رماو كدا وكدا، ما نفعش، ردموا عليهم البير. او مازالهم الى غايه اليوم، راه مازالهم في البير الى غايه اليوم. ما نتكلمش على الاخرين وعلى الاخرين وعلى الاخرين وعلى الاخرين. عندنا شهود على الشيء اللي انا نقول به. عندنا شهود وضباط صف على الكلام اللي رانا نتقدموا به. والآن نسأل القيادة أنها ترفع السرية على الملفات هذه، باش يتحاسب توفيق، وباش يتحاسب طرطاق واللي كانوا معاهم، وحسن، على الجرائم اللي داروها في حق الجيش الوطني الشعبي. ما نقولش في حق الشعب، لأن يعني هذاك حساب آخر. في حق الشرفاء من الجيش الوطني الشعبي اللي قتلوهم أشر قتل، باش الجزائر تحيا، باش الجزائر تحيا. نرجع الآن لقضية بلوصيف الله يرحمه. قلت لما حكموا عليه 12 سنة وبعثوه
بليده في ال 95 انتخب زروال رئيس الجمهورية. 96 طلب زروال، نقول طلب ما نقولش أمر، نقول طلب، والكلمة مهمة، الكلام عنده وزنه. طلب زروال من العدالة العسكرية باش تخرجوا، باش يحطوا فيه بوشاوي، لأنه جاه كلام بلي راهو شوية مريض، وصح كان شوية مريض. خرجوه حطوه في بوشاوي، وبعد بوشاوي زاد مرض داوه لعين ناجة. في عين ناجة أمر، هنا نقول أمر زروال باش يحطوه في السيرفيس في اي بي. الناس اللي في العسكر يعرفوا شنو معناتها السيرفيس في اي بي، معناتها السيرفيس اللي فيه الناس المهمين، جنرالات وكذا وكذا. لما بلغوا نزار بالشيء اللي صرا، لما لحقوا له الكلام، لما توفيق لحق له الكلام، هبل نزار، هبل سب زروال ما خلالوش، عيط لزروال سبو ما خلالوش، ورفد، نقول رفد بالوصيف الله يرحمه من المستشفى، رجعوا البليده. أزكارة في رئيس الجمهورية، أزكارة في زروال، أزكارة في زروال، مع أنه في 96 نزار كان بعيد، كان خرج من الجيش في 96، ولكن السلطة نتاعو كانت أقوى من سلطة الرئيس. سلطة واحد خائن، بابا خائن، جده خائن حركي، كانت أقوى من سلطة رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، كانت أقوى من سلطة رئيس مجاهد. هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة، حقيقة ضباط فرنسا. ما نحبسش هنا، ما نحبسش هنا للأسف، لأنه الشيء اللي ما يتقالش راهو جاي الآن في هذا الوقت بالذات. هذا الوقت بالذات نعتذر على الكلام اللي راح نقوله، لأنه عائلة الفقيد بالوصيف الله يرحمه ما تعرفوش، لأنه كيفاش انتهى بالوصيف الله يرحمه ما يعرفوش. قلت ما يعرفوش حتى ضباط في الجيش الوطني الشعبي، حتى قيادة في الجيش الوطني الشعبي ما تعرفوش. قبل ما يروح زروال زاد تدخل تانيت، زاد تدخل وقال لازم نخرج بالوصيف من الحبس، لازم نخرج بالوصيف من الحبس، وأمر باش يحطوه في دارو. خلاص الراجل مرض كبر، خليوه يروح لدارو. هنا كذلك راح توفيق شاف النزار، قال له ها واش كاين، قال له راه صاحبك راه حاب يخرج حبيبك من الحبس، راه حاب يخرج حبيبك من الحبس. قرروا المصير نتاعو تماك. خالد النزار قرر المصير بالوصيف، وقال له ليكيديه. واش قال له؟ قالوا ليكيديه. قال له كلمه ما نقدرش نقولها، ليكيدي وليد كدا، حاشاكم، ليكيدي وليد كدا. التم قرر توفيق باش يروحوا يجيبوه. كما كان الحال 3:30 تاع الصباح، عفوا قبل ما يروح يجيبوه، راح توفيق لبن عكنون، عفوا راح توفيق لبن عكنون، تلاقى مع حسن ترابي، تلاقى مع طرطا وتفاهموا شكون اللي يروح يجيبوه، كيفاش يديروا له كذا وكذا. 3:30 تاع الصباح راحوا جابوه في فورغون سيلولار ديكاتو، كانوا معهم يعني طوموبيلات هكذا فيهم عناصر. كان في تلك المهمه هذه كانوا زعما حاطين بالنسبه لهم، كانوا حاطين افضل الضباط نتاعهم: ناصر الجن، حداد عبد القادر، ابراهيم الوناس المدعو مراد، عثمان سعدي المدعو عثمان،
واحد اخرين يعني كانوا حوالي واحد 20 واحد راحوا باش يجيبوا واحد 3 ونص تاع الصباح. راحوا لحقوا البليده يا سيدي، راحوا للحبس، خرجوه جابوه حطوه في السي بي امي، ما حطوش في مكتب، ما حطوش في بيرو، حطوه في الحبس. هذا الحبس هذا بناوه جديد، كانت مطبعه تماك في السي بي امي قريبه للمكتب نتاع للفيلا وين كان المكتب نتاع الطرطاق. الناس اللي دخلت السي بي ام، الناس اللي دخلت الحبس تعرفوا شو معنات الحبس تاع السي بي ام، تعرفوا شو معنات غرف الموت نتاع السي بي ام اللي كانوا يعذبوا فيها ويقتلوا فيها. حطوا لتماك بالوصف، حطوا لتماك يستنى في المصير نتاعو، يستنى وقتاش يديوه يعطيوه. المهم اسمع زروال بلي راهم حطوه للدواء السي بي ام، بيعوا له. كاين جماعه اللي كانت على الاتصال مع بتشين يعرفوا، قالوا لي يا ودي سي بتشين يا سي محمد، ها واش صرا راهم داو بالوصيف للسي بي ام راح يصفيوه. التم اتصل زروال بتوفيق وهددوا. بعدها خاف لانه خاف تخرج المعلومه انهم صفاوه. 3 ايام هو في الحبس، 3 ايام هو تماك، لا ماكله لا شراب، يسنى وقتاش يصفيوه. والتصفيه كانت التصفيه نتاع الضباط باش نفتح هنا قوس. كانوا كي يجيبوا واحد مثلا ضابط ولا اي عسكري يجيبوه، كي يحبوا يقتلوه ما يقتلوش التماك في السي بي ام. عاده يخرجوه يبدلوا له حوايجه ويخليوه التماك شويه يركا، ومن بعد كي يجمعوا ارهابيين يعني يجمعوا 10 ولا 15 يرميوا في وسطهم 3 4 نتاع عسكريين، يديوهم اماكن عده، يديوهم الدويره، يديوهم خميس الخشنه، يديوهم اي مكان يعني معروفين اماكن على كل حال. وين كان دفن جماعي نعرفوهم يديوهم يحطوهم. الارهابيين هذوك يحطوا لهم حبه في الراس، واعتذر على الكلام اللي راني نقولوا، لكن العسكريين يعطيو لهم بالمحشوشه من الراس باش ما يبانش وجههم خلاص. لانه العسكريين كي ما يبانوش يديروا لهم عليهم افي دو ريشيرش، معناتها يوليو يحوسوا عليهم حتى الجدرميه وكذا. والجدرميه كي يلقاو عاده في ذلك الوقت كي يلقاو ليكور يصوروهم باش يعرفوا شكون. المهم كانوا العسكر يضربوهم من الوجه باش يخسروا لهم وجههم باش ما يعرفوهمش. هكذا كان راح يكون مصير بالوصيف. وهذا هو مصير كثير من الضباط، كثير من العسكريين، حتى اللي كانوا في الدي ار اس. المهم بعد 3 ايام جا توفيق عاودوا للسي بي امي وقرر باش يحطوا بالوصيف، يحطوه في فيلا. هذه الفيلا هذه كانت منعزله، جاي في مستشفى يعني في السبيطار نتاع دويره. فيلا كانت الظاهر كان يسكن فيها مدير ولا نتاع الاخر. داتها دي ار اس ويعني ريكيزوسيوناوها، يعني حطوا عليها الحجر وداوها باش يحطوا فيها بالوصيف. الفيلا هذه كانت عندها 2 ايطاج، كانت عندها الفوق والتحت. بالوصيف حطوه الفوق في غرفه كبيره. الغرفه هذه مع انها شويه كبيره لكن تواقي مغلوقين، يعني الوسم تاعها مغلوق، الحق مغلوق، ما يقدرش يفتح الطاقه، ما يقدرش يشوف النهار يعني. وما عنده والو، ما عنده لا ما عنده في الغرفه هذيك ما عنده حتى حاجه، عنده غير سرير وفوتاي صغير، هذا اللي عنده، طابله. ما عنده ولا شيء، ما عنده لا حاشاكم لا لي طوالات لا المرحاض لا والو. باش يروح للوسم نتاعو لازم يطبطب باش يلتهب نفسه. ما كان حتى واحد يلتهب، يعني حوايجه هو اللي كان يغسلهم. حوايجه مجاهد ضابط سامي في الجيش الوطني الشعبي كان يغسل حوايجه بيده على كبر ولازم يطبطب
باش يفتحوا له يروح لطواليت حاشاكم. مازال الخير القدام. المهم كانت الجماعه اللي تحرص عليها تماك كانوا ربع مجموعات، يعني 4 ايكيب، اربعه تاع ايكيب، كل ايكيب فيها ضابط والضابط هذاك عنده حوالي يعني 8 عناصر يعني ضباط صف. وهاد لي زيكيب هادو يتبدلوا كل شهرين، يعني الشهرين هذه تجي هاد ليكيب. ومن بعدها يعني كان مثلا اللي بدا الاول كان خالد بحر واحمد المدعو خالد دوشكا، ومن بعد جات ليكيب نتاع راوي عبد الرزاق المدعو رزاق، جات من بعد ليكيب نتاع حمسي عمار المدعو فريد، وموسوس زكريا المدعو الطاهر. يعني هكذا يتبدلوا باش ما يوفهمش، باش ما تكونش فيه علاقه بين بلوصيف وبين الناس اللي تحرصوا، باش ما يحنولوش، باش ما تتربطش علاقه بينهم. كانوا يبدلوهم. بعد ما داوها تماك جا طرطاق شاف كيفاش حطوه، كيفاش واسواه، وهضر معاه. لما يجي طرطاق يهضر معاه حتى واحد ما يقعد الفوق، يعني وراه وين كاين بلوصيف الله يرحمه، حتى واحد ما يقعد تما، كامل يهبطوا ويقعد معاه هو وحده. مره ثانيه جا توفيق ونزار والعربي بالخير، ولتماك صرا دواس كبير. ذاك النهار صرا دواس كبير لانهم نزار خاصه سب بالوصيف الله يرحمه، ما خلالوش وقالوا بالكلام الواحد: اسباس دو سالو اون فوزا افيرتي انت وصحابك. هكذا قالوا: اسباس دو سالو اون فوزا افيرتي انت وصحابك. شفاو على هذه الكلمه، اون فوزا افيرتي انت وصحابك. بعد اكثر من شهرين جا طرطاق يشوفوا مع بتشين، لانه ما خلاوش زروال يتصل به، ولكن بعد جهد جاهد كما يقولوا، يعني بعد تهديدات وكذا وكذا، جا بتشين يشوفوا، لقاه في حاله يرثى لها. بعد مده كذلك عاود ولا ليه نزار وتواتي وطرطاق، زاد ما خلاولوش. وكيفاش يحوسوا على ملفات، يحوسوا على اسماء، الى غايه اليوم ما داوهاش. الى غايه اليوم ما هضرش بالوصيف الله يرحمه، ما هضرش. واش صرا؟ المهم كي كانوا خارجين طرطاق باش يوري النزار وتواتي باللي هو راه شخصيه، واش يدير حاشاكم؟ بزق على بلوصيف، بزق عليه وطيح له تطيح كبير. انا بزق على وجه بلوصيف الله يرحمه. شوفوا الإهانة للمجاهدين، للوطنيين والحقد. والله الكلام هذا القيادة ما تعرفوا، أو قليل اللي يعرفوا، لأنه سر من أسرار الدياراس. بزق عليه وطيح له كلام ما يتقالش. حطموه حتى ولا بلوصيف الله يرحمه بعد ما كان كي السبع خرجوه من بليده، كان مليح. كي داوها للفيلا نتاع الموت قتلوه بالعقل، قتلوه قطره بقطره. كان بلوصيف الله يرحمه لما يدناو ليه الناس اللي كانت تحرص عليه يفتحوا عليه ولا يخرجوا له يقولوا: يا حضارات يا حضارات. كان يقولوا: ما تقولوليش يا حضارات، قولوا لي سي مصطفى. ما تقولوليش يا حضارات، قولوا لي يا سي مصطفى. كان يقول للبعض منهم: استنيت الخيانات من كل واحد غير من توفيق اللي ما استنيتهاش. والله بهذه العبارة: استنيت الخيانات من كل واحد غير من توفيق اللي ما استنيتهاش.
غير من توفيق اللي ما سلمتهاش. اصبح في النهايه كي ولا كل شويه يجيه طرطاق ويسمم له الحياه نتاعو ويضربوا بالكلام، انهار. واعتذر مره اخرى على الكلام اللي راني نقوله للعائله نتاع بلوصيف الله يرحمه، اعتذر، ولكن حقيقه لازم تخرج. انهار بلوصيف، ولا يبكي ولا ما ياكلش، ولا حاشاكم ما يخرجش يروح للملحاض، يعني اللي طوالات ما يروحش بالاسبوع بالسمانه، تقلقوا عليه، ولا بالعقل ما ياكلش، خلاه روحو يموت. ولا ما يقدرش يتمشى، ما يقدرش ينوض من البنك، ما يقدرش ينوض من البنك. هزموه ولاد فرنسا، هزموه ولاد فرنسا، هزموها. بعدها بقليل خلاص ولا ما ينوضش، ولا في غيبوبه. اتصلوا العناصر اللي كانوا تماك لي زينهم هذوك، اتصلوا بطرطاق واحد النهار ما حبش ينوض بلوصيف الله يرحمه. فقال لهم هو زاد اتصل بالاخر، اتصل بتوفيق، قال لهم ديوه تو سويت لعين النعجه. لما داوه لعين النعجه ما داوهش للسيرفيس في بي، داوه لواحد الجهه هكذا تحت الاداره، هذه مخصصه للناس اللي ما يحبوش، اللي يمنعوا عليهم الزياره، والناس اللي يعني وين داو عليه عياه عاد من قبل لما مرض، لانه عليه عياه مرض لما خطفوه الديارس. والحكايه تاعو ان شاء الله راح نحكيها كذلك، كيفاش خطفوا عليه عيا وكيفاش خدموا به وكيف، المهم وداوه الورقله. يعني هذا ملف واحد اخر. جا وقت الحساب، نتحاسبوا درك، نتحاسبوا مع ضباط فرنسا، نتحاسبوا مع اللي حبوا يرجعوا الديارس، وشكون اللي كان يخرج معاهم ويسرق، وشكون اللي كان يدي، وشكون اللي كان يقتل الشعب ويخطف. جا وقت الحساب، والله ما رانا طالقينكم، هي حرب راح تصير حرب. المهم الحكايه هذه اللي حكيتها مؤلمه جدا. حرقت الوطنيين، حرقتهم عمي، لانه نهايه كما هذه نتاع انسان شريف ما تفرح حتى واحد، تفرح غير العديان برك. وتشوفوا الان بهذه النهايه نتاع بلوصيف الله يرحمه، مدى الحقد نتاع نزار وجماعته على الشرفاء الوطنيين، باش تعرفوا كذلك ان المساله ما راهيش مساله، مش مساله جيش راهم حابين يحطموها، المساله مساله وطن حابين يعاودوا يستعمروه. هذه هي المساله، واللي راهي تعمل فيها فرنسا الى غايه اليوم بالحيله، بالمكائد. نعم بالمكائد، بالضرب تحت الحزام. اللي حاب يلقي اللوم على الجيش الوطني الشعبي ولا المخلصين على الجيش الوطني الشعبي اليوم في المصيبه اللي رانا فيها، نقول انه 77% اللي ما انتخبوش ما خذلوش الجزائر، ما خذلوش الجيش، ما خذلوش الشهداء، خذلوا الله سبحانه وتعالى. نعم خذلوا الله سبحانه وتعالى. والشيء المحزن في القضيه كلها، الشيء المحزن بعد الشيء اللي رانا نشوفوه، انه هذه اهانه عظمى للشهداء. معناتها الشهداء اليوم رانا نقول لهم انتم باطل، انتم تجيفه. 1.5 مليون شهيد برك، نهضر غير على هادو فقط. راهي فرنسا تقول لكم هادو جيفه. راني رجعت قبل ما نلحق اهم نقطه في هذا البث هذا، حبيت نرجع على زوج جراد، السي جراد وسي زغماطي، في الشيء اللي قالوه وفي الشيء اللي عملوه، قبل ما ننتقل لاهم نقطه، لانه الشيء هذا كان من مقدمات، راهي الاهم نقطه راني راح نلحق لها. السي جراد لما يقول، او السي جراد لما راك تقول انه المال مال الحرام اللي راك تتكلم عليه، خلينا منه. المال هذاك ماهوش مال باباك،
هذاك من الشعب الجزائري. كون برك راجل وقول الشعب الجزائري، كون راجل وقول الشعب الجزائري شكون اللي يعطيكم في الأوامر؟ شكون اللي راهو يعطيكم في الأوامر؟ بأي حق راكم تعفسوا على الشعب الجزائري؟ بأي حق راكم تهينوا في الشعب الجزائري؟ بأي حق راكم تديروا الجزائر للمذبحة؟ هذا فيما يخص جراد. أما فيما يخص زغماطي، الوزير زغماطي، لما كان القائد صالح الله يرحمه حي، كان حريص لما كان حي أن الجزائر تطهر، أن المؤسسات تطهر، نحيو الفاسدين. كانت أمر مهم، كانت مهمة لازم تنجز باش نبنيو جزائر يأمن بها الشعب، يثيق فيها الشعب ويثيق في القيادة نتاعها. فكان في ذاك الوقت كان زغماطي سمعا وطاعة، كان يلقط في الفاسدين، كل يوم يلقط واحد زوج، كل يوم يلقط واحد زوج. أما اليوم ما كانش واحد خاب ظنه في الناس اللي راه في الحكومة كما خاب ظنها في زغماطي، لأنه ولا يطلق في الفاسدين واحد بواحد، ولا يطلق في الفاسدين واحد بواحد. الجيش الوطني الشعبي ما عنده حتى يد فيها، ما عنده حتى يد فيها. لما انت تحكم على واحد سرق موبايل ب5 سنوات، ولما تحكم على واحد داه 500 مليار بأقل من عام حبس، وراهي العدالة هنا، وراهي العدالة. واش من قانون راكم تتكلموا عليه يا سي زغماطي؟ قلت أنت باللغة نتاعك المعروفة، لو يرجعوا الشهداء يعدمونا كلنا. هنا نقول والله غير عندك الحق، والله غير عندك الحق. لو كان يرجعوا الشهداء يعدموكم كلكم به، لأنكم نقضتوا العهد، لأنكم خنتوا وبعتوا الجزائر وبعتوا شعبها. يا سي زغماطي كان الأولى أنك تفكر واش وصاك به القايد صالح الله يرحمه. تثبت راجل، تموت راجل، ما تعطيش راسك لفرنسا. عوض انك تساند الدستور الرخص، دستور الجزائر الفرنساز، كان اولى انك تعطي للشعب الجزائري الحق باش ينتخب على قانون عقوبات صارم، قانون عقوبات فيه اعدام للناس الفاسده، لاننا نؤمن أن الناس الفاسده ما عندهاش دواء، أن الفاسد الخاين ما عندوش دواء غير رصاصه في الراس. نقولها ونتحمل مسؤوليتها. الفاسد ما عندوش دواء، اللي ما فهمش هذا ما فهم والو. الفاسد ما عندوش دواء، الفاسد ما عندوش دواء، والفساد يساند بعض. هذا اللي رانا نشوفه فيه، هذا اللي رانا نشوفه فيه. كان لازم يا سي زغماطي تقول انه عقوبة الإعدام ما تنحاتش هكذاك برك، تنحات باش تحميو الحركة وباش الفاسدين يهربوا من العقاب. لو كان يرجعوا الشهداء يعدمكم كلكم، ايه يعدمكم كلكم، لكن الشيء اللي ما درتوش في بالك يا سي زغماطي انه الشهداء لما خرجوا، لما راحوا الله يرحمهم، خلاو رجال موراهم، يعني الجزائر ما عقرتش، يشفى عليها مليح، الجزائر ما عقرتش. هنا نغلق القوس فيما يخص الرد على هاد الزوج بالذات. نلحق الآن للموضوع الأساسي نتاع هذا البث، الموضوع الأساسي، لأنه هنا راح الناس تصطدم، راح الناس تنصدم، لأنه الشيء اللي صرا مش ممكن تتكلم عن القنوات الرسمية. الناس حبت تعرف، حبيتوا تعرفوا واش صرا، نقول لكم واش صرا. نقول لكم واش صرا لزوج حوايج. وحده باش الشعب لما يعرف ما يقولش ما كنتش عارف، وياخذ المسؤولية تاعو كي يعرف إن شاء الله. وثانيا لأني وعدت في بث سابق أني راح نقول الحقيقة حول مرض الرئيس.
قلنا من قبل أنه الشعب الجزائري عنده الحق. صارت فيه ردة كبيرة، ونقولها ماشي غير ردة، صارت فيه بيعة. الجيش الوطني الشعبي تعهد باش ما يدخلش في السياسة بعد ما ولا الرئيس تبون رئيس، في كلمته إلى غاية اليوم. لكن اللي خذا الأمانة من عمي صالح الله يرحمه وتعهد أمام الله وأمام الوطنيين اللي محلوا قلبها على البلاد، اللي الرئيس اللي قال قوموني عاونوني ما نحافظش باش نحافظ على الأمانة، ما حافظش عليها، ما صانهاش. نعم ما صانهاش للأسف. الاتفاق اللي كان بين الرئيس الجديد والقايد صالح الله يرحمه أنه الأولوية الأولى عندما يأخذ المهام نتاعو تعطى لتطهير المؤسسات من الفاسدين والعملاء، باش الشعب يشوف باللي حقيقة كاين قطيعة بين نظام بوتفليقة السابق وبين النظام الجديد، بين الجزائر الجديدة. ومن جهة أخرى باش أعداء الجزائر اللي راهم برا، اللي راهم يهضروا، اللي راهم يثوروا في الشعب حابين يشعلوا الجحيم، باش يسكتوا، باش يعرفوا بلي أنه حقيقة كاين تغيير، حقيقة أمور راهي تتغير. يسكتوا وحدهم، يسكتوا بالأمر الواقع. كان متفق كذلك أن الوزير زغماطي يستمر في المنصب تاعو، وتكون الأولوية نتاعو محاسبة الفاسدين وتنحية يعني تنحيتهم من مؤسسة الدولة وينقيوا الدعوة، يعني تولي الدولة الجزائرية نزيهة. كان متفق كذلك باش كل المجالس المنتخبة كلها تعاود تنشأ من جديد، يديروا انتخابات وتطلع ناس نزيهة، ناس معروفة يعني بالنزاهة تاعها بين الناس، بدون أي تدخل السلطات، بدون تزوير، بدون أي شيء. كان متفق كذلك باش منصب وزير الدفاع الوطني، وزير الدفاع يرجع للواء بن علي باش يكون وصل بين الرئاسة والجيش، لأنه الشيء اللي قام به اللواء بن علي الله يذكره بخير ويحفظه شيء عظيم، لأنه سلك الجزائر من دورة دموية واحدة أخرى. كان من المفروض أن اللواء بن علي يولي وزير الدفاع، لكن الرئيس تبون رجع في كلامه، رجع للأسف في كلامه. عرفنا من بعد علاش رجع في كلامه. رجع في كلامه لأن فرنسا رفضت. نعم، فرنسا رفضت بن علي يولي وزير الدفاع، رفضت أنه بن علي يولي وزير الدفاع. كان أمور أخرى كان متفق عليها ما نذكرهاش لأن تدخل في إطار الأمن القومي نتاع الجزائر، ما نذكرهاش، ولكن راهي في المحك الآن، راهي في المحك. هذا اللي تحدى عليه الرئيس أمام القايد صالح يرحمه، أمام شهود يعني من وزارة الدفاع الوطني. بعد وفاة القايد صالح الله يرحمه بدأت تقراص الحالة، بدأت تقراص، والوفاة نتاعو هي اللي غيرت كل شيء. الرئيس حس روحه بلي راهو تحرر من هيبة وزير الدفاع، نائب وزير الدفاع اللي كان فوق راسه، واللي كانوا معه فرحوا، والله فرحوا فرحة عظيم، فرحوا فرحة العيد اللي كانوا معه. الخبارجية اللي هدر عليهم رئيس الجمهورية ما كانوش بعاد، كان يعرفهم، كانوا معاه في المرادية وما زالوا في المرادية. الخبارجية هذو هو اللي ولاو يجيبوا بعضهم بعض للمناصب ويعمروا في الرئاسة وفي المراكز الحساسة. أول انحراف على الاتفاق بين الجيش والرئيس هو تجميد متابعة الفاسدين. عفوا، هذا أول انحراف، تجميد كل ملفات الفساد. كل ملفات الفساد اللي بعثها الدوائر الأمنية، اللي بعثها الدي سي يعني الدي اس عفوا المخابرات الداخلية، اللي راحت للرئاسة باش تصادق عليها الرئاسة ويبعثوها للعدالة،
كانت تبقى تم في الرئاسه ما تخرجش، كانت تبقى تم في الرئاسه ما تخرجش. و والشيء المحزن انه ما كانش تقعد تم فقط، انه هاد الملفات هذه كانوا الاخبار الجايه يوصلوها على بالكم وين؟ على بالكم وين كانت توصل هاد الملفات؟ من الرئاسه لباريس. لما ذكرنا احنا يعني في ملف في البث السابق كنت ذكرت مثال سيدهم السعيد وعليوي، ما ذكرناهمش باطل، لان كنا نهضروا بالغمزه، كنا نتمناو، لانه يقولوا ناس بكري الحر بالغمزه والبرهوش بالدبزه، كنا نتمنى انه الناس اللي راهي على خطا ترجع للصواب. لما ذكرنا عليو مثلا، ذكرنا عليو باش نحذر الرئيس من خاطر الشيء اللي راهم ماشيين فيه، من الطريق اللي راهم ماشيين فيه ما يديش، الطريق اللي راكم ماشيين فيه يدي الهاويه، يدي لتدمير الجزائر. راكم تعطيو وجهه، تعطيو صوره ماشي مليحه، لا على الجيش ولا على الرئاسه ولا على الجزائر. خافوا ربي ورجعوا للطريق، ما حبوش يرجعوا للطريق. فيما يخص عليوي هذا في اشد ازمه الحليب، عندما الناس كانت ما عندهاش الحليب. امر رئاسي اعطي باش هذا الخبيث نتاع محمد عليوي حاش اسمه، تعطى له اولويه باش يبعثوا له الحليب ليه، لانه عنده ملبنه، عنده ملبنه الحضنه، باش تعطوا له الاولويه ليه يبعثوا له الحليب، يزيد يدير الدراهم. ما كفاهش الترافيك نتاع لا دروغ اللي يجيبوه من المغرب، ما كفاكش العقارات والطاب اللي نهبوا كما قلت من قبل وشرى به في اسبانيا وفي بريطانيا وفي تونس وفي الجزائر، ما كفاش شي كامل اللي نهبوا. يزيدوا له الحليب يتقوت من قوت الشعب الجزائري مسكين. وعلاش؟ لانه هذا الشيخ عليوي يعتبر من اقرب المقربين للرئيس بالدروشه والدجل، شيخ الحشيش والزطله، شيخ الحشيش والزطله اللي تعرف عليه في مناسبه كانت في فيلا في موريتي. الفيلا هذه تاع موريتي كانت الفيلا نتاع بتشين، محمد بتشين، كان باعها الواحد، وهذاك الواحد كان الواحد اللي معروف رحماني، شريف رحماني، اللي كان وزير، يعني درجة وزير. شريف رحماني اللي كان كما يقولوا البروتيجي نتاع توفيق، كان يجمع فيها الدجالين هادو كي عليوي، شيخ من جانات، من اضرار، يجيبهم هكذا ويدير لهم الحضره، ويجيب توفيق، كان يجي قيدوم، كان يجي بزاف اللي كانوا يجيو، ولكن كانوا يخيروهم التماك اللي يتعلموا الدجل، وهذا اللي كان يربط تبون بعليوي، اللي ما خلاش الوسم نتاعو، الدوسي نتاعو ما خلاش يجوز، حماه، خليه يسرق، هذا حبيبنا، هذا الشيخ يعيطوا له الشيخ. هذه نقطة أخرى كان من جهة أخرى موضوع خالد تبون وليد الرئيس اللي تورط في قضية البوشي. هذه القضية هذه هضرت عليها أنا بزاف. الرئاسة أمرت باش يخرجوا وليد تبون القضية لأسباب زعما تتعلق بصورة الدولة. يلا خلينا نخرجوا وليد الرئيس ماهيش مليحة للدولة، ادفع ثمن هذه الخرجة هذه. واحد وقف من بين واحد اخرين، عقيد ناسيه في الامن الداخلي، تحكم في عنده شهور في افريل، الى غايه اليوم مازال في البليده، مريض،
حبوا يديروا له كيما بلوصيف. العقيد هذا اسمه العقيد ياسين، او الاسم الحقيقي نتاعو ايت عماره ياسين، اللي كان في الامن الداخلي. باعوه نعم، كيما باعوه بزاف. نزيد، الرئيس طلب من قيادة الجيش باش تعفوا العدالة العسكرية، وهنا اللي واحد يخبط راسه في الحيط. طلب من العدالة العسكرية باش تعفوا على طرطاق وتوفيق، لأنه فرنسا ما حبتش تخلي كلابها حاشاكم في الحبس من جهة، وباش نزار هذا اللي راكم تشوفوه يعطي في الدراهم ويرفه في البعض باش يدافعوا عليه، الناس اللي والف تاكل الحرام، اللي ما عندهاش ضمير، اللي راهي تنادي بعودة توفيق وطرطاق بالجرائم نتاعهم، عطى أموال كبيرة باش يرجع نزار مرة أخرى. نزار اللي هدرت عليه، نزار اللي يستاهل حبة في الراس، نزار اللي يستاهل حبة في الراس. راه يخلط باش يعاود يدخل زعيم للجزائر، باش حاشاكم يبول. اعتذر على الكلمة، اعتذر، ماشي من يعني من عادتي نقول كلام هذا، ولكن هذه الحقيقة، باش يعملها على قبور الشهداء كما درها على بلوصيف الله يرحمه. هذه الحقيقة المؤلمة. الرئيس طلب من قيادة الجيش باش يعفو على توفيق ولا طرطاق، وباش يدخل نزار. الآن راح نقول كلام كبير. عندما كان تبون وزير السكن والعمران والمدينة بين 2013 و 2017، لما تعين جديد، اللي شفى اني قلت من قبل انه كاين وزير كذا وكذا وكذا وكذا، قلت مقبلة انه احنا نهضروا بالغمزة باش الناس تعرف بلي على بالنا، باش الناس المسؤولين تعرف بلي على بالنا. لما كان تعين تبون وزير، امر الامين العام للوزاره نتاعو، امره باش يحط 200 مليار في حساب في الكريدي بوبولار. ما ندخلش في الاسماوات، القضيه كلها راهي عندنا. امره باش يحط 200 مليار سنتيم. الامين العام هذاك خاف، يا سيد الوزير باي يعني واش باي صفه نحط لك 200 مليار في حساب هذاك رجعنا ليه، طلعنا ليه، حساب خاص بتبون بوليدو. نقولها باش الشعب يعرف، باش ما تقولوش خبينا، لانه جاء وقت الحق، جاء وقت المحاسبه، لانه الجزائر راهي في خطر. ولما تولي الجزائر في خطر ما نعرف حتى واحد مهما كان. وراني خرجت هذه الملفات، وكاين ملفات اخرى مازال ما خرجت، راح تخرج. خرجتها لانه بهذه الملفات راهي شايده فرنسا الرئيس، للاسف. قلنا من قبل انه منذ مده أنه سعيد بوتفليقة أعطى ملفات ثقيلة جدا للسلطات الفرنسية، كان يخدم معه أحمد خرفي اللي كان حاكم الأمن الداخلي. كل الملفات أعطوها لفرنسا، عندها كلش. فرنسا راهي شايده الرئيس بهذا الشيء، بالملف نتاعو وليدو، بالملفات نتاعو كذا وكذا، يعني شيء لهلا يشوفك. أخطر انحراف على الجزائر، على التعهد اللي كان مع الجيش، هو مشروع الدستور. هذا الهم اللي قرر الرئيس باش يعادلو، قرر باش يغيروا. ما كانش فكرة نتاعو، لأنه عندما جاء وعد بشيء ولما
ولما ولا رئيس بعد موت القاسطي، بعد موت القايد صالح الله يرحمه، صار شيء اخر. لكن الشياطين اللي جابهم، اللي مشيوا فيه، واللي نعرفهم من زمان، ونعرفوا البيول نتاعهم، اللي حطهم في مناصب حساسه جدا، الناس هذه البعض منهم معروف انه عامل مع فرنسا، بالرغم من انه الرئيس حذرته الدوائر الامنيه منهم، لكن ما حبش يتحرك، ما حبش يسمع. كعادته الرئيس يسمع ولكن ما يدير والو، يدير واش يقول له راسه ولا واش يقول له اصحابه. نعم، في كل مره الرئيس كان يهمل التقارير الامنيه اللي ولات في الاخير كذلك حتى هي تطيح بين يدين الخبارجيه، ويوصلهم كذلك على بالكم وين. لما جماعه الرئيس ولدوا هذاك الدستور، بيضوا هذاك الدستور، كانت صدمه بالنسبه للقياده في الجيش. اللي خاطيه الدين في الجيش الوطني الشعبي ولا يقول واشنو هاد الهرده هذه، واش هاد الهرده. ولما اعلنت الرئاسه عن مشروع تعديل الدستور، حطت الرئاسه الجيش امام الامر الواقع، مع العلم انهم نصحوه، يا ودي ما راهوش وقته، يا ودي الدستور هذا ماهوش وقته، دير يا سيد الرئيس واش تعهدت انت عليه مع القايد صالح الله يرحمه. ما سمعش الرئيس. بعثت بعدها الرئاسه لوزاره الدفاع، بعثت لهم النوت، قال يا سيدي واش تحبون نزيدوا نعدلوا في الدستور هذا الشيء اللي يساعدكم. وكان الماده المعروفه هذيك لحمايه الجزائر اللي تكلم عليها الجيش، اللي كانت الماده الوحيده اللي كانت تهم الجيش قبل ما يعرف الجيش واش صار، يعني واش صرا في الدستور هذا اللي كتبوه العربه مع صاحبه الفرنسي دومينيك روسو. هذا الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني العظيم، الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني العظيم، حبوا بالذرع يرجعوه سليل ماسينيسا كلب الروم. نقولها ونعاودها، الجيش الوطني الشعبي الأصيل حبوا يرجعوه سليل جيش ماسينيسا كلب روما بأرمر من رئاسة الجمهورية. الجيش الوطني الشعبي، وهنا الأخطر، استعانت عليه الرئاسة بفرنسا وبأمريكا باش يحبسوه. على هذيك اللي بعثت أمريكا وزير الدفاع نتاعها اللي عندنا، قلت أنا لما هضرت قبل، قلت ما جاش باش ياكل يشرب قهوة وياكل بقلاوة، جا باش يحذرنا، حذر قيادة الجيش عن عواقب التدخل في القرار السياسي وبالخاصة في مشروع الدستور. قلنا للشعب أنهم عازمين يمروا هذا الدستور، وراهم رايحين يزوروا، بالفعل زوروا، وأن الشعب لازم يدافع عن الجزائر، لازم يدافع عن الجزائر، يدافع على جيشه، لأنه الجيش وراه معاه. المهم قبل الانتخابات بأيام راح الفريق علي بن علي يشوف الرئيس ويحذروا من العواقب نتاع هذا الدستور هذا والشيء اللي راهو جاي وراه، ويفكروا بالعهود اللي قطعها مع الرجال. لكن للأسف ما حبش يسمع الرئيس، ما حبش يسمع الفريق، ما حبش يسمع الفريق وأساء الأدب معاه، لأنه رئيس الجمهورية، ما تهضرش معايا هكذاك. لكن باش تكون رئيس على الرجالة لازم تكون رئيس حق، باش تكون رئيس على الرجالة لازم تكون انت راجل، لازم تكون راجل. هنا الفريق الأول حطه في بلاصتو، خليني نقول بلغة العسكر، صار فيها عياط كبير وطلع له الضغط للسي تبون. بعدها مباشرة تأزم الوضع نتاعو، قرروا اللي معاه باش يديوها لفرنسا نعمها، مع انه كاين طائرة تاع الرئاسة في معدة يعني، لكن اللي معاه خافوا من الجيش، قرروا باش يعيطوا لطيارة من فرنسا تدير لفرنسا، وبالفعل عيطوا لطيارة. في آخر لحظة بدلوا المسار تاع الطيارة، ما راحتش لفرنسا، راحت لألمانيا، ما فيها لا كورونا ولا هم يحزنون.
هذا هو الوضع باختصار باش الناس تعرف. حبيتوا تعرفوا راكم تعرفوا. درك اللي راهو يسقسي اليوم على صحة الرئيس، الله يشفيه على كل حال ويشفي كل مريض، الأولى تسقسيو على صحة الجزائر، لأن الجزائر ما راهيش بخير، راهي تعاني من سرطان الخونة، راهي تحتضر. نعم راهي تحتضر، لأن ولادها ما عرفولهاش، ما عرفوش قدرها، ما يعرفوش يحافظوا على الأمانة. راكم تشوفوا واش قال وزير الداخلية الفرنسي اللي جا هذا، قال راني رجعت لبلادي، بلاد جدودو لاجيري فرونساز. جا ماشي باش يرجع للجزائر حاشاكم كما قال هو زبل الجزائر، لا، جا باش يأمر الرئاسة باش تمرر هذا المشروع مهما كان الثمن. جات معه الحرائق من الغرب للشرق في وقت واحد، تحذير فعلي لأحرار في الجيش والشعب من فرنسا اللي راح تقول لكم الآن يا تقبلوا بالدستور وبلاجيري فرونساز يا نحرق الجزائر، يا تقبلوا بلاجيري فرونساز يا نحرق الجزائر. هذه هي الحقيقة اللي كنا تكلمنا عليها، قلنا انهم يفضلوا يحرقوا الجزائر ما يعطيوش الوطنيين، وهذا الشيء اللي راهو صاير. هذا هو الشيء اللي راهم يديروا فيه الخونة جنود فرنسا. هذا اللي حذرنا الناس منه من زمان، وقلنا رانا في صراع مع فرنسا، رانا في صراع عظيم مع فرنسا، رانا في حرب معلنة، وكل واحد كان لازم يعرف أن المسألة مسألة سيادة، مسألة بقاء، مسألة استقلال، مسألة رجلة، مسألة نيف. لكن الخيانة راكم تشوفوا وين وصلتنا. الناس اللي خدت عهد مع الرجال ما شدتش كلامها، دورت راسها، دورت ظهرها للشهداء، للشعب، للجزائر، لكل واحد مخلص، وباعوا. حتى الحرائق هذه اللي راكم تشوفوها اتهموا بها الجيش، ضربني بكى واستبقني واشتكى. حتى الحرائق اتهموا بها الجيش. علاش؟ لأن الهدف الأول والأخير هو تحطيم الجيش الوطني الشعبي. لأنه لما يحطموا الجيش الوطني الشعبي كما داروا الجيش تاع العراق وتاع سوريا وكذا وكذا، يولي هما داخلين في الجزائر كما يحبوا، يديروا واش يحبوا، يستعبدوا الشعب، يستعبدوا الأمة، يمسخوها. نعم يمسخوها، قاعد غير الجزائر فقط واقفة، لأنه الجزائر جنة، حابين يديوها، حابين تولي رهينة عندهم، تولي غنيمة عندهم. حبيتوا تعرفوا الحقيقة، هذه هي الحقيقة. لكن معرفة الحقيقة تترتب عليها مسؤوليات. معرفة الحقيقة تترتب عليها مسؤوليات. اللي يعرف واش صرا ما يروحش يندبكي العجايز، ما يروحش يبكي، لازم يتصرف كالرجال. ما يبقاش يقول بعد ما عرف خاطيني تخطي راسي ما كنتش عارف. راك شفتوا وين تخطي راسي وين وصلتنا، لما كنا نقولوا للناس روحوا تنتخبوا بلا الطحين حاشاكم، بلا الاستعمار، ما سمعوش. حبيتوا تعرفوا الحقيقة، هذه هي حقيقة الدولة المدنية نتاع تبون، الدولة اللي انحرفت على الحق، الدولة اللي ناسها انحرفت على الحق. واللي يقول باللي تبون جابوا الجيش، نقول له انه تبون جابتوا الظروف، جابتوا فعلا الظروف. هذا موضوع اخر نتكلم فيه ممكن في مناسبة اخرى. تبون اعطى كلمة للرجال، لكن للاسف نحبس هنا ما نزيدش. خرجنا من واجب التحفظ، واللي كان يكون لأنه الجزائر أصبحت على خط النار. الجزائر أصبحت على خط النار، ما بقى فيها لا تحفظ ولا هم يحزنون، لا تحفظ ولا هم يحزنون. ماشي حق تتهم الرجال في الجيش الوطني الشعبي بأمور هي بعيدة عليها، ماشي حق. راكم شفتوا واش عانى بالوصيف الله يرحمه، واش عانى رجال واحد اخرين ماتوا في صمت. راح نذكرهم واحد بواحد،
باش يعرف العالم واش دار طرطاق واش دار توفيق، كيفاش قتلوهم، كيفاش عذبوهم، كيفاش حوزوهم من ديورهم، وداو كلش، داو لهم كلش، رماهم للعراء، رماهم للزنقه بعد 30 و40 سنه خدمه. الجيش تعهد على انه يخرج من المجال السياسي وخرج. لكن اليوم الامن القومي نتاع الجزائر راهو في خطر، الجزائر راهي في خطر. هذا امتحان ولا بد الثبات فيه، لابد الثبات فيه. كل واحد لازم يثبت عقله، يبرد عقله ويركز، لانه الشيء اللي راه صار لصالح الفرنكو صهيونيين. قلنا من قبل ان رانا داخلين حرب، ما رايحين تحويسه، رانا داخلين حرب، ما رايحين تحويسه. كل حر شريف اليوم يحب بلاده لازم يثبت ويسترجع قواه، لانه الشيء اللي راه جاي شيء عظيم. اللي يسقسي على مرض الرئيس نقول له انه الاولى انك تسقسي على مرض الجزائر، لانه مرضها كبير. واللي يخاف على الرئيس اكثر من اللي يخاف على الجزائر نقول له انه الرئيس ماهوش هو الجزائر. الرئيس ماهوش هو الجزائر. يعني درس بوتفليقه ما كفاش؟ درس بوتفليقه ما كفاش؟ اللي حافظ على الجزائر نحطوه في عينينا، اللي بيعها ما نستحقوش. اللي حافظ على الجزائر وجيشها وشعبها نحطوه في عينينا. علمنا التاريخ أن الشعب لما يقرر ما يموتش ما كان ولا قوة في الأرض تقدر تقتله. بالعكس، لما ترمي على الشعب الحر الموت يحيا. لما الشعب الحر ترمي عليه الموت يحيا. لما تحب تدفن شعب حر عنده عزة، عنده كرامة، يخرج من القبر. واللي ما داهش النيف على حرمات الله وعلى تضحية الشهداء، على واش راح يديه النيف؟ على الفيلا تاعو؟ على الفيلا تاعو؟ عفوا المهم، في الأخير نقول واش اللي صبر بن مهيدي الله يرحمه، واش اللي صبر بن مهيدي على العذاب نتاعو، واش اللي صبروا على العذاب نتاعو؟ اللي صبر بن مهيدي على العذاب نتاعو هو الإيمان بالجزائر، هو الإيمان بالجزائر، الإيمان برجالها والإيمان بالله. وهذا اللي لازم الناس تعرفه. والجزائر ما عقرتش، الجزائر ما عقرتش، ما زال فيها رجال. تحيا الجزائر والمجد والخلود لشهداء الإبرار. والسلام عليكم.